ألمي مزجت دمعا جرى بمقلة بدم مولاي يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كلمة وأومض البرق في ظلماء من إطم مولاي يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت أكف فمتى وما لقلبك إن قلت استفيق يهيمي مولاي يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيا عسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم مولاي يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم تريق دمعان على طلال ولا أريقت لذكر الباني والعالم مولاي يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم
يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد خط عبرتي وضنا مثل البهار على خديك والعنم مولاي يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عدتك حالي لا سري بمستترين عني الوشاة ولا دائي بمنحسمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إني اتهمت نفسي الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصحي عن التراب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمرتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم مولاي صل وسلم دائما
كتمت سرا بدا لمنه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ملي برد جماح من غواياتها كما يرد جماح الخيل بالنجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا تروم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقاوي شهوة النهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفتمه ينفتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراعيها وهي في الأعمال سائمة وراعيها وهي في الأعمال سائمة
استخلتي المرعى فلا تسمي وإن هي استخلتي المرعى فلا تسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم حسنت للرجال للمرء قاتلة كم حسنت للرجال للمرء قاتلة من حيث لم يدري لا سام في الدسم من حيث لم يدري لا سام في الدسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وشد سائس من جوعي ومن شبع وشد سائس من جوعي ومن شبع فربما خمشت شر من التخم فربما خمشت شر من التخم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والجحيم الندم من المحارم والجحيم الندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
Wa nas'aluka wa natawassalu bi auliyaik. Monggo doa dewi-dewi sebutkan hajatnya, diawali salawat, alhamdulillah, ditutup dengan alhamdulillah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد ونبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما صنعت منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. Mega bersama Mega. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri 11 kali 10 kali. Tangan kanannya nyekel hati, nyekel dodo sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi syrah li صدري ويسر لي أمري. Rabbi syrah li sadri ويسر لي أمري. Rabbi اشرح لي صدري ويسر لي أمري. Rabbi syrah li sadri ويسر لي أمري. Rabbi syrah li sadri ويسر لي أمري. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi syrah li sadri ويسر لي أمري. Rabbi syrah li sadri ويسر لي أمري. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi syrah li sadri ويسر لي أمري. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.
جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحكم جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله الولي جل جلاله الحميد جل جلاله المحصي جل جلاله المبدع جل جلاله المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله الحي جل جلاله القيوم جل جلاله الواجد جل جلاله الماجد جل جلاله الواحد جل جلاله الأحد جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله المقتدر جل جلاله المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله الأول جل جلاله الآخر جل جلاله الظاهر جل جلاله الباطن جل جلاله الوالي جل جلاله المتعالي جل جلاله البر جل جلاله التواب جل جلاله المنتقم جل جلاله العفو جل جلاله الرؤوف جل جلاله مالك الملك جل جلاله ذو الجلال والإكرام جل جلاله المقسط جل جلاله الجامع جل جلاله الغني جل جلاله المغني جل جلاله المعطي جل جلاله المانع جل جلاله الضار جل جلاله النافع جل جلاله النور جل جلاله الهادي جل جلاله البديع جل جلاله الباقي جل جلاله الوارث جل جلاله الرشيد جل جلاله الصبور جل جلاله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد، سيدنا أحمد، سيدنا حامد، سيدنا محمود، سيدنا أحيد، سيدنا واحد، سيدنا ماحد، سيدنا حاشر، سيدنا عاقب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا طه،
سيدنا ياسين سيدنا طاهر سيدنا مطهر سيدنا طيب سيدنا سيد سيدنا رسول سيدنا نبي سيدنا رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا قيم سيدنا جامع سيدنا مقتب سيدنا مقفي سيدنا الرسول الملحم سيدنا الرسول الرحى سيدنا كامل سيدنا إكليل سيدنا مدثر صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مجمل سيدنا عبد الله سيدنا حبيب الله سيدنا صفي الله سيدنا نجي الله سيدنا كليم الله سيدنا خاتم الأنبياء سيدنا ختم الرسل سيدنا محيي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منجي سيدنا مذكر سيدنا ناصر سيدنا منصور سيدنا نبي الرحمة سيدنا نبي التوبة سيدنا حسن عليكم سيدنا معلوم سيدنا شهير صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا شاهد سيدنا شهيد سيدنا مشهود سيدنا بشير سيدنا مبشر سيدنا نذير سيدنا منذر سيدنا نور سيدنا سراج صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مصباح سيدنا هدى سيدنا مهدي سيدنا منير سيدنا داع سيدنا مدعو سيدنا مجيب سيدنا مجاب سيدنا حفيظ صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عبود سيدنا والي سيدنا حق سيدنا قوي سيدنا أمين سيدنا مأمون سيدنا كريم سيدنا مكرم سيدنا مكين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا متين سيدنا مبين سيدنا معمل سيدنا وصول سيدنا ذو قوة سيدنا ذو حرمة سيدنا ذو مكانة سيدنا ذو عز سيدنا ذو فضل صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مطاع سيدنا مطيع سيدنا قدم صدق سيدنا رحمة سيدنا بشرى سيدنا عويس سيدنا عيس سيدنا غياث سيدنا نعمة الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا هدية الله سيدنا عروة الوسطى سيدنا صراط الله سيدنا صراط المستقيم سيدنا ذكر الله سيدنا سيف الله سيدنا حزب الله سيدنا نجم الساكن سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مجتبى سيدنا منتقى سيدنا أمي سيدنا مختار سيدنا أجير سيدنا جبار سيدنا أبو القاسم سيدنا أبو الطاهر سيدنا أبو طيب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أبو إبراهيم سيدنا مشفع سيدنا شافع سيدنا صالح سيدنا مصلح سيدنا محيمن سيدنا صادق سيدنا مصدق سيدنا صدق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيد المرسلين سيدنا إمام المتقين سيدنا قائد الغر المحجلين سيدنا خليل الرحمن سيدنا بر سيدنا مبر سيدنا وجيه سيدنا ناصر سيدنا ناصح صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وكيل سيدنا متوكل سيدنا كفيل سيدنا شفيق سيدنا مقيم السنة سيدنا مقدس سيدنا روح القدس سيدنا روح الحق سيدنا روح القدس صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا كاف سيدنا مكتب سيدنا بالغ سيدنا مبلغ سيدنا شاب سيدنا واصل سيدنا موصول صلى الله
سيدنا السابق سيدنا السائق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا هادي سيدنا مهدي سيدنا مقدم سيدنا عزيز سيدنا فاضل سيدنا مفضل سيدنا فاتح سيدنا مفتاح الرحمة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مفتاح الجنة سيدنا علم الإيمان سيدنا علم اليقين سيدنا دليل الخيرات سيدنا مستقبل الحسنات سيدنا مقيل الحسنات سيدنا سهول عن الزلات سيدنا صاحب الشفاعة سيدنا صاحب المقام صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب القدم سيدنا معصوص العز سيدنا معصوص المجد سيدنا معصوص الشريف سيدنا صاحب الوسيلة سيدنا صاحب الشيف سيدنا صاحب الفضيلة سيدنا صاحب الإزار سيدنا صاحب الحجة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب السلطان سيدنا صاحب الرداء سيدنا صاحب الدرجة الرفيعة سيدنا صاحب التاج سيدنا صاحب المغفر سيدنا صاحب اللواء سيدنا صاحب الميراج سيدنا صاحب القضيب سيدنا صاحب البراق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الخاتم سيدنا صاحب العلامة سيدنا صاحب البرهان سيدنا صاحب البيان سيدنا صاحب اللسان سيدنا مطهر الجنان سيدنا رب الرحيم سيدنا عبد الخير سيدنا صاحب الإسلام صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيد الكونين سيدنا عين النعيم سيدنا عين العيون سيدنا سعد الله سيدنا سعد الخلق سيدنا خطيب الأمم سيدنا عن الهدى سيدنا كاشف الكرب سيدنا رافع الرتب سيدنا عز العرب سيدنا صاحب الفرج صلى الله عليه وآله. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وامتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وحولك وقوتك. اللهم إني نويت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك صلى الله عليه وسلم ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه أهلا لذلك. فتقبلها مني بفضلك وإحسانك وأزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليت وعزا على عزه الذي أعطيت ونورا على نوره الذي منه خلقت وعلي مقامه في مقامات المرسلين ودرجته في درجات النبيين. رضاك وارضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة
والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمات الشهادة على تحقيقها من غير تبديل ولا تغيير، واغفر لي ما ارتكبته بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dibaca sesuai harinya masing-masing, suaranya dikeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. على روح سيدنا محمد الأرواح وعلى سيدنا في أجله وعلى قبره في القبر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كل ذكر الذاكرون. اللهم صل على سيدنا محمد كل وغفل ينذكر الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وعباد الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عدد من صلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه. وصل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما يصلى عليه. وصل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما يصلى عليه. وصل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما مدى يصلى عليه. وصل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد نور الذي نوره من نور الأنوار وأشهد بشهادة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آل بيته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله بأنوارك ومدى أسرارك ولسان حجتك ومملكتك ومحاضرتك وخاتم أنبيائك وصلاة تتم دوامك وتبي ببقائك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها يا أرحم الراحمين. اللهم رب الحل والحرام ورب المشي الحرام ورب البيت الحرام ورب القرآن سيدنا نوح سيدنا إبراهيم سيدنا موسى سيدنا عيسى وسيدنا محمد في كل وقت وحين. وصلى اللهم صل على محمد ومولانا محمد على المدين. اللهم صل على سيدنا محمد ومولانا محمد حتى تنعم عليه وأنت اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على نبينا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عدد ما خض به علمك وجزاء وجرى به قلمك وبشر به مشيئتك وسلم عليه ملائكتك وصلت نعمة إلى أبد الأبد لا نهاية لأبديتي ولا بلاء لديموميتي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أدد ما أخاض به جبريل سيدنا ملائكته وضع الأسابي وارحم أمته إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا محمد وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بخشوع قلبي إن سجدي لك يا سيدي بجحود وبك يا الله يا جليل فلا شيء يدانك في غالب المعود وبكرسيك المقلل بالنور إلى أرشك العظيم مجيد. وبما كانت تدرشك حق أنا قبل أن تخلق السماوات والأرض والأرض لذاك إن كنت مثل ما لم تزل قد إلهنا وعرفت من التوحيد فجد من المحبين المحبوبين المقربين العارفين الشافين العاشقين لك يا الله يا الله سيدنا محمد يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ودود. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أدد ما خض به علمك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أدد ما أخذ كتابك. اللهم صل على سيدنا مولانا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أدد ما نفذ به قدراتك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أدد ما خصصته إرادتك. اللهم صل على سيدنا محمد ومولانا محمد أدد ما توجه إليه أمرك ونهيك.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما وسع وسمعك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما حط به بصرك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما ذكر والذاكرون اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما غافل عن ذكر الغافل اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد قول الأمطار اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ورق الأشياء اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد دواب الكفار اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد دواب البحار اللهم صل وسلم على اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد مياه البحار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وعليه النهار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بالهدى والآصال اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد الرمال اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد النساء والرجال اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في دعاء نفسك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في كلماتك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد من السماء والأرض اللهم صل على سيدنا مولانا محمد زينة العاشق اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المخلوقات اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك اللهم صل على نبي الرحمة اللهم صل على الشفيع اللهم صل على كاشف الغمة اللهم صل على مجري الظلمة اللهم صل على مولي النعمة اللهم صل على موت الرحمة اللهم صل على صاحب الأخذ والمورود اللهم صل على صاحب المقام المحمود اللهم صل على صاحب اللواء المعقود اللهم صل على صاحب المكان المشهود اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود اللهم صل على من هو في السماء سيدنا محمود وفي الأرض سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا صاحب الشامة اللهم صل على صاحب العلامة اللهم صل على الموصوف بالكرامة اللهم صل على الموصوف بالزعامة اللهم صل على من كان ذي اللهم صل على من كان ذي ذل الغمام اللهم صل على من كان يرى من قلبه كما يرى من أمره اللهم صل على الشفيع المشفع يوم القيامة اللهم صل على الشفيع المشفع يوم القيامة اللهم صل على صاحب الضراعة اللهم صل على سيد الشفاعة اللهم صل على صاحب الوسيلة اللهم صل على صاحب الفضيلة اللهم صل على صاحب الدين الرفيع اللهم صل على صاحب الإيراء اللهم صل على صاحب النعلين اللهم صل على صاحب الهجة اللهم صل على صاحب البرهان اللهم صل على صاحب السلطان اللهم صل على صاحب اللهم صل على صاحب المعراج اللهم صل على صاحب القديم اللهم صل على راكب النحيب اللهم صل على راكب النجيب اللهم صل على راكب الفرات اللهم صل على مقدر سميع الدباب اللهم صل على شفيع الجمال الألم اللهم صل على من تسبح في كبير الطعام اللهم صل على من بقي ليل ويعني لفراقي اللهم صل على من توسل بالظروف والبلاء اللهم صل على من تسبحت في كفي العصا اللهم صل على من أشرف إليه بأفسخ كلام اللهم صل على من كلم وضبه في جميع أسف العالم اللهم صل على البشير النذير اللهم صل على سراج المنير اللهم صل على من شك إليه البعير اللهم صل على من دبج من بين أسف الماء والنمير اللهم صل على الظاهر المطهر اللهم صل على الطاهر المطهر اللهم صل على نور الأنوار اللهم صل على من اشتق له القمر اللهم صل على الطيب المطيب اللهم صل على المقرب اللهم صل على الفجر السافي اللهم صل على النجم الساكن اللهم صل على اللهم صل على الذي أهل الأضواء اللهم صل على الشفيع العرب اللهم صل على الساكن الناس من حوض اللهم صل على شعب الإباء الحمد اللهم صل على المشهد السيد المعجد اللهم صل على اللهم صل على الشمالي اللهم صل على المشهد القاضي اللهم صل على رسول العبد القاسم اللهم صل على صاحب الآيات اللهم صل على صاحب الدلالة أكرم اللهم صل على صاحب الإشارات اللهم صل على صاحب الكرامات اللهم صل على صاحب العلامات اللهم صل على صاحب البينات اللهم صل على صاحب المعجزات اللهم صل على صاحب الخوارق خوارق الآدات اللهم صل على من سلمت عليه الأشياء اللهم صل على من سلمت عليه الأحياء اللهم صل على من سجدت بين يديه الأشياء اللهم صل على من تفتقت من نور الأجهار
اللهم صل على من طاب ببركة الثمار اللهم صل على من انضرت من بقية وضوء الأشياء اللهم صل على من فاض من نور جميع الأنوار اللهم صل على من بسلد عليه تحت الأوزار اللهم صل على من بسلد عليه تنال منازل الأبرار اللهم صل على من بسلد عليه يرحم الكبار والصغار اللهم صل على من بسلد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على من بسلد عليه تنال رحمة العزيز الغفار اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على المختار الممجد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على من كان إذا مشى في البر والآجل في البر الأقفر تعلقت الوحي بأديانه اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين بالنصر والكوثر الشفاعة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الحكم والحكمة والصراع وهب منسوس بالخلق العظيم قد رسلت المعراج وعلى آله وصحبه أتباع الشاركين على منهج الكريم وفرج اللهم به الفاجر نجوم الإسلام وصابي الظلام وعظيم في ظلمات الليل الشاك الداج صلاة دائمة مستمرا ما تلوث له في أبرغ الأموات وطاف بيتي عتيب من كل فج عميق هجاج أفضل الصلاة وتسليم على سيدنا محمد رسول الكريم من العباد وسبيل الخلائق الميعاد وصاحب المقام محمود والحاضر الودود ناصر بآباء الرسالة وتبلي الأمام محسوس بشرف السعاية في الصلاة أعظم صلى الله عليه وآله صلاة دائما مستمرة دوامي على مر الليالي والأيام وسيد الأولين والآخرين أفضل الأول والآخرين وعليه أفضل الصلاة والمرسلين أو الزكاة سلام مسلمين وأصله ذكر وأفضل الصلاة وصلوات الله أسأل صلوات الله وأسأل صلوات الله أجمع صلوات الله أكرم وصلوات الله أسبح صلوات الله عنه صلوات الله أدهر صلوات الله أدهر صلوات الله أزكى صلوات الله أدهر صلوات الله أدهر صلوات الله وأزكى صلوات الله عنه وصلاة الله وأوفى صلاة الله وأنزل صلاة الله وعلى صلاة الله وأكثر صلاة الله وأجمع صلاة الله وأعم صلاة الله وعده صلاة الله وأدق صلاة الله وأعز صلاة الله وأرفع صلاة الله وأعظم صلاة الله على أفضل خلق الله وأحسن خلق الله وأجل خلق الله وأكرم خلق الله وأجل خلق الله yang selesai dibuka halaman 142 dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala badri tamam. Allahumma salli ala miftah. Allahumma salli ala syafi'i fi jami'il anam. Allahumma salli ala مفتاح دار السلام. اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. اللهم صل على نور الظلام مفتاح دار السلام. اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. اللهم صل على مفتاح دار السلام. اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. اللهم صل على نور الظلام. اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. اللهم صل على بدر التمام. اللهم صل على مفتاح دار السلام. اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. اللهم صل على نور الظلام. اللهم صل على مفتاح دار السلام. اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. اللهم صل على بدر التمام. اللهم صل على نور الظلام. اللهم صل على مفتاح دار السلام. اللهم صل على شفيع جميع الأنام. اللهم صل على بدر التمام. اللهم صل على نور الظلام. اللهم صل على
اللهم صل على الشفيع في جميلنا اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميلنا اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع جميلنا اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميلنا اللهم صل على على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إهراق جسماني وكن إناي الذي ما بعده فلس وكن فكاكي من أغلال عصياني أحية الصمد المولى ورحمته ما غنت الورق في أوراق أوصاني عليك يا عروة الوثقى ويا سند الأوفى ومن مدحه روحي وريحاني على ديني وتصل شامل كامل بردنا وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واكتب بها دوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها أعمالنا تقبل بها توبتنا ووصل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وذلنا يوم القيامة على رؤوسنا ثقل بها موازين حسناتنا ودمرت علينا حتى نلقاك نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتأوينا إلى جوار الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وآله وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته الناجية وحزب المفلحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأورنا حوضه الأسفى واسقنا بكأس الأوفى ويسر علينا زيارة حرمك حرمه من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا ربي قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا طول آمالنا فساد أعمالنا تكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات فنعم المشتكى إليه أنت يا ربي. بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا
فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا اللهم وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا آمين وببابك نقف فلا تدردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا آمين وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير معالنا وحقق بالزيادة عمالنا واختم بالسعادة أجلنا هذا جلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك غفور إنك عفو غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Yang saya muliakan para tetamu dari luar Kecamatan Kejayan, Jamaah Majelis Dalailul Khairat dari Pasuruan Kota, dari Winongan, dari di mana ya? Pasuruan Kota, Winongan, dari Amerika, dari Australia. Alhamdulillah aslinya Habib Hasan mau datang, ada undangan sampean karena ada perlunya, berhubung wallahu a'lam uzur, insyaallah semoga barokah, semoga manfaat insyaallah. Alhamdulillah para hadirin, para hadirat jamaah rutinan pengajian, alhamdulillah kula panjenengan semakin pada bulan Muharram. Bulan Muharram nika Ashhurul Hurum. Saya tidak baca kitab, biasanya baca kitab Risalatul Mu'awanah karena ini ada hal yang perlu saya sampaikan. Bulan Muharram nika sebutaki termasuk Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum nika apa? Bulan yang dimuliakan. Hurum itu terhormat, mulia. Carami, rame dek buri kono lho. Ashhurul Hurum, bulan yang mulia. Hurum itu mulia. Ashhurul Hurum inna apa minha arba'atun hurum katanya di Al-Qur'an tuh. Bulan Muharram, bulan yang dimuliakan mereka berdepampak, ada 4. Yang 3 bulannya itu berurutan. Saya hitung pesa, saya hitung jauh, ndak urut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus Rajab. Ini Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum nika para hadirin, amal yang dikerjakan di situ dilipat gandakan 100 kali lipat. Sampean maca ya Allah, ganjarannya 100 kali lipat. Astagfirullah, ganjarannya 100 kali lipat. Ada yang ngomong 70. Ada yang ngomong 10. Puasa sunat di bulan itu, di 4 bulan ini setara pahalanya dengan puasa 1 tahun. Ada yang ngomong setara dengan puasa 1 tahun, 1 tahun puasa. Nah, belum ketentuan yang lainnya. Ingat kemarin 10 Dzulhijjah, Arafah lain. Kayak sekarang ini Muharram 1, 2 sampai tanggal 10 ini lain, istimewa. 10 Asyura, 10 Muharram atau kita kenal dengan Asyura itu lain lagi, Tasu'a lain lagi. Ada Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah punya keistimewaan sendiri, Dzulhijjah di keistimewaan sendiri. Muharram sekarang ini bulan Muharram punya keistimewaan sendiri. Bulan Rajab punya keistimewaan sendiri. 4 bulan ini beda dalam Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Lebih-lebih sekarang ini kita ada di bulan Muharram.
amal di situ dilipat gandakan para hadirin, lebih-lebih Dzulhijjah kemarin, lebih-lebih Muharram. Ini saya bakal datang nika pada tanggal 10 Asyura, bulan Zorah, bulan Muharram nika menjangan sampean kan bulan Zorah. Pada tanggal 10 nyamana hari Asyura, tanggal 9 nyamana hari Tasu'a. Tanggal 10 Asyura nika sangat dianjurkan berpuasa, sangat dianjurkan puasa. Sampean puasa dari tanggal situ sampai tanggal 10 tak apa-apa, bagus. Tapi yang jangan capek sampean tinggalkan tuh tanggal 10-nya. Tanggal 10 Asyura. Tapi Gusti Kanjeng Nabi tuh ngomong la in ishtu ila qabilin la azumanna, katanya. Kanjeng Nabi tuh ngomong la in ishtu. Ketika Nabi selesai haji wada, haji terakhir kali Kanjeng Nabi ini ke haji, ngocak kepada sahabat, puasa Asyura itu gini, puasa Muharram itu gini. Puasa Asyura nih kan tanggal 10 nih kan para hadirin, sejak zaman dulu sudah dipuasai, sejak zamannya jahiliyah. Nabi juga berpuasa sebelum diwajibkan bulan Ramadan. Nabi pasti puasa tanggal 10 Asyura itu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa sampai puasa tanggal 10 Muharram nih ya Rasulullah? Karena itu apa? Fihi najallah akhi Musa. Karena pada hari tanggal 10 itu sangat istimewa. Nabi Musa diselamatkan dari kejarannya Fir'aun, Nabi Nuh mendarat dari kapalnya, dan semua nabi-nabi yang lain. Ada kejadian yang istimewa tanggal 10. Orang-orang Yahudi berpuasa demi bahagia memperingati kejadian besar yang terjadi kepada nabinya dulu. Wa ana ahaqqu bi Musa, katanya. Saya katanya lebih berhak untuk bunga para nabi saya lain. Kalau mereka itu dasarnya bahagia, para nabinya yang dulu itu selamat, saya berhak untuk lebih bahagia kepada mereka karena mereka saudara saya. Makanya saya puasa, katanya Kanjeng Nabi. Akhirnya puasa. Setelah Nabi diwajibkan puasa Ramadan, Nabi ini kadang ngapasah, kadang nje Asyura. Kalau dulu puasa terus Kanjeng Nabi. Akhirnya katanya Nabi, yang mau puasa puasa, yang enggak mau puasa enggak apa-apa. Tapi Nabi pernah ngomong la in ishtu ila qabilin la asumanna. Ketika Nabi haji terakhir bulan Dzulhijjah seperti kemarin, sebelum Nabi pulang, ngomong sama sahabat, la in ishtu lamono aku urip ila qabilin tahun depan, sampai tahun depan, la asumanna tasi', saya mau puasa tanggal 9 Asyura, 9 Muharram. Saya mau puasa. Kenapa kok tanggal 9-nya disebut, 10-nya sudah pasti puasa. Saking rajinnya keistimewaan. Sampai diterangkan oleh ulama, ini ahtasibu, dalam satu hadis disebutkan, saya sangka, katanya Nabi, orang yang berpuasa tanggal 10 Asyura itu dosanya yang kemarin-kemarin akan diampuni. Sampai tahun beri puasa Asyura, tahun setiap puasa boleh. Dosa-dosa kenek saya terjadi sebelum tanggal 10 sepura bi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Asyura. Banyak amalan yang sangat dianjurkan di bulan Asyura ini, di bulan Muharram ini ya, bulan Muharram. Kalau kita ketahui apa, anak yatim, sedekah fuqara wal masakin, santunan anak yatim, membantu fuqara dan masakin, puasa dan lain semacamnya. Ada amalan yang sangat dianjurkan oleh ulama bulan Muharram ini apa? Tajdid. Apa tajdid? Memperbarui semangat keislaman, karena ini bulan Hijriah. Am jadid, tahun baru. Ini identitasnya muslimin. Amul Hijriah, banyak sirah, sampai diajarkan oleh orang-orang dulu, oleh orang-orang soleh, oleh orang-orang lambuk, salafun soleh nikah. Jak kalau payen mon masuk bulan Muharram, niat bagus pabenya. Niat saya membaca Al-Qur'an setahun. Niaten, bener niat tok, tapi ya bener niat tok. Dia mumpung tahun anyar, niaten begena. Mek pola kebarengan kelaban taufik Allah, inti gena nanti. Niat Muharram pawai keliling subuh telat, masih dai. Pawai semangat nyambi obor, bagus syiar, bagus. Yustahsan, sangat dianggap bagus syiar. Menunjukkan ini identitas saya muslim, pawai obor sangat bagus. Inti sampai pawai akhirnya inti capek, sholat subuh telat, tak ada gunanya. Tak oleh genceran, tak oleh apa pawai, sholat subuh telat, kebaya apa? Ngeluarkan uang banyak-banyak beli kayu gini. Ada tetangga fuqara masakin tak tahu mari ngakal menjek tak bantu, percuma.
Jangan sampai kita itu ketipu sama gangguan setan. Oh ayo semarak pawai, ente pawai campur lah kayak bini. Kebaya apa? Nabi tidak senang. Ana nggak nyalahkan ente mau pawai maupun tidak bagus, syiar bagus. Gimana pun syiar nunjukkan nunjukkan keagungan Islam, maulid ini bagus tidak apa-apa. Tapi jangan sampai ente salah ngelakonin kelakuan tapi bermaksiat yang terjadi di dalamnya. Ente cari dimanapun tidak mungkin dibolehkan. Wah anu kan ini untuk dakwah gini, tidak ada. Nabi ini kan tak seneng sampean apolong lagi bini. Titik. Malam tahun baru Hijriah ente lebih ahsan iktikaf di masjid, tidur di masjid tidak apa-apa sampai subuh. Niat iktikaf lebih bagus. Keluar keliling maelang PC ini aduh tak ada guna nah kumpul cakek bini. Soro jamaah ke masjid melarat. Aleng-leng ya mau macam burda wes masjid rojegeh wejeng 5 waktu ke masjid lebih selamat ke abon sampai tembung sampai keliling memperingati 1 Muharram baca burda alasan ini itu tak ada guna percuma. Oh rame yang kono masjidnya sepi keliling anak digawa maulah ya sholli wasal bagus. Saya tidak ngomong itu jelek, tidak bagus, tapi cek kebagusan itu jangan sampai di situ terjadi mengundang maksiat. Saya tak iridoin pangeran teh mulai asal bagus itu kumpulan nang wedok dolek dendi ya ono ada cari di mana itu perbolehkan diri dimma orang yang polong lagi bina diri dimma haji ro tak apa-apa haji polong lagi bina haji tak apa-apa seluruh madhab itu sudah banyak pengecualian. Selain itu tak oleh ngaji kelakuan bagus tak oleh pun karo pawai misalkan syiar bagus jadi itu apalagi yustahsan nasyid semangat mempelajari sejarahnya Kanjeng Nabi. Kita orang itu kalau di Hadramut nikah Muharram nikah ada nadwah biasanya ada nadwah itu kayak ada halakoh pengajian ceritanya ulama dulu ya apa hijrah ini gimana semangat gini qiyamul lail tengah malam juga tak tedung sampai subuh tadarus Al-Qur'an sampai dijaga sama Habib Umar bin Hafid sampai dijaga sampai ngaji barengan dari jam 7 sampai subuh ngaji itu gue musola langgar itu di masjidnya pondok itu ditungguin jaga Habib Umar ngaji tadarus sampai hampir subuh nanti wirid akhir lail sholat tahajud wiridan ya Allah sampai sholat subuh berjamaah. Subuh habis subuh daras roha subuh itu ini yang bagus ini seperti itu. Ente biasanya lebih baik coba membedah hataman malam tahun baru hataman masjid corongannya sampai malam sampai jam 12 habis isya enggak tadarus Ramadan ada ahsan lebih bagus. Ente mau baca Al-Quran keliling misalkan Al-Quran keliling baca Al-Quran cek burda Al-Quran lah pawai hatam 10 kali hataman misalkan dotong kabi sedisa ini Jopati Monjo Ketangi gabung semua 10 kali hatam campur lah kayak bine percuma demi Allah benerang makereng kok ini syariat ini benerang makereng kok kereng habis tak toleransi colokan aja ngomong kena balak iki urusan betenar ora usah si toleransi. Lebih baik ente rame-rame berangkat ke masjid sholat berjamaah apa kok ndak digerakno iku ya hanu iki sok wa metu apa ini aduh. Saya tadi malam undangan di Wonorejo amok kula mare acara aja mari maghrib pawai mare esah pengajian ada sing ngaji tedung ngebi ngaji tedung gabi ada apa tadi oleh aja mentron niat ngaji orang yang pelesok keliling anak rame ruang nangis budi nyosori aduh toro ceramah gue ya mau gue itu apa ada gunanya ente pawai mau selamatan ente mau ngaji tidur ndak usah ngundang lah ndak romono aku ndak teko diundang ngono saya ceramah nyak setedung ya aduh saya tak tedung rame berkat ada kepi berkat petokan lah banyak saya salbut lah petokan mari ngangkat leso mari keliling dah rumah. Nah jadi gitu perlu dicek jangan sampai kita itu tertipu karena setannya kepada hadirin setannya ngaki dia bukan hanya menggoda orang itu dari pintu maksiat enggak banyak setan tuh masuk dari pintu taat
Ente gunggung bi setan, dibisik-bisik, oh ente bagus, ini bagus, tapi isinya percuma, isinya membuat setan ridho bener pangeran ridho akhirnya. Jadi seperti itu. Jangan lupa amalan-amalan yang paling bagus di bulan Muharram nikah, tausi'ul iyal. Di antaranya ini saya sebut pertama, atau puasa. Nomor 1 puasa, mohon bisa puasa Muharram nikah. Tak kudu tanggal 10. Tidak harus tanggal 10, pokoknya selama bulan Muharram. Ininya mah bulan Muharram, puasa sangat disunahkan. Kalau bisa tanggal 10, jangan sampai ketinggalan. Tanggal 10, are Syuro, bulan Syuronya, hari Syuro. Sampai disebut kalau bisa orang yang mau puasa Syuro, Asyura tanggal 10-nya, jangan lupa puasa tanggal 9-nya juga. Mau tak bisa, karena Nabi ngocak la sumanat tasik. Nabi itu ngomong saya mau puasa nanti tanggal 9-nya. Kenapa kok tanggal 9? Karena sudah pasti 10-nya puasa. Oleh bareng. Karena apa para hadirin? Disebutkan dalam satu keterangan puasa nega mon ketibi sendirian puasanya itu kurang bagus, lebih tepat hari Jumat. Mon bisa aja pas Jumat tok, puasa bi Sabtu atau puasa bi Kamis atau jadi seperti itu. Kalau tidak bisa 1 hari tok tidak apa-apa. Tanggal 10 hari Asyuranya. Yang nomor 2, jangan lupa tausi'ul iyal. Disebutkan min salah satu penyebab rizki itu lancar para hadirin, orang yang saya biasa ngelakoin tausi' li'iyalih katanya. Tausi' apa? Mabunga keluarga, biasanya sampai nak beri PC 10.000 beri 20. Setiap hari, sebulan sekali. Terutama Muharram ini sangat dianjurkan. Sampai dulu saya ingat di pondok itu saya ketika di Sidogiri, biasanya beda ustadz tuh ayo mayoran saya ngebosi. Apa saya cari tahu ternyata mau bunga orang yang dia senang. Mau bunga orang yang sangat dianjurkan di bulan. Biasanya Pak Guru aja karena ngalak nyaman tok. Muridnya secara urunan Pak Guru norok ngakal. Dia Pak Guru sing ngebosin, aku sing bayar. Tumben banget. Tengeren kok ben Muharram ya. Tengeren kan puasa kan ya. Tanggal 10 puasa, nanti maghrib tuh buka bersama tuh dibosi Pak Guru. Saya tengeri. Kelas 1 sanawiyah saya tengeri, Pak Guru ngebosi. Kelas 2 ngale Pak Guru ganti Pak Guru ngebosin ya apa aja kok ternyata sunnah, ternyata nyaman aja. Biasanya Pak Guru aja kan murid saya major, murid sudah Pak sampai duduk tenang nyaman Pak Guru kan, jadi seperti tak bertanya tanya ke Jusman aja tak bertanya. Jadi seperti tausi'ul iyal, biasanya sampean makan tempe, melaki telur, melaki ayam gitu. Ini sangat dianjurkan tausi'ul iyal. Biasanya sampean nega memberi sango ke anak 1.000, 2.000 beri 5.000. Jadi nafkah biasanya 50 kasih 70. Jadi itu ajak jalan-jalan gitu. Ajak jalan-jalan kemana gitu. Jadi untuk apa? Untuk mengerjakan sunnah itu tausi'ul iyal. Jangan lupa juga nanti bulan Asyura itu orang asodaqah kena yatim. Jangan lupa ajak ngusuk tok, sunnahnya ngusuk cerita kena yatim tak sedekah, tak usah. Sunnah bodoh santunan di masjid, ramai ke masjid. Saya nyombong berempat. Pesena totalnya 5 juta, anak yatimnya yang hadir sekian misalkan, ada 100 orang. Kampung sini orangnya 100 kakak misalkan, 100 kakak. Menyombong 200.000 kan lebih dari 5 juta kan misal. Saya nyombong sekonek selain norok ngusuk, mau tak nyombong tak usah norok ngusuk, paham? Saya ngusuk dia. Katanya orang yang ngusuk rambutnya anak yatim bulan Asyura, setiap helai rambut akan menjadi saksi bagi dia nanti di akhirat. Saya nyombong, mau tak nyombong je. Saya asodaqah terus ngusuk anak yatim itu yang akan jadi saksi. Tak usah metua norok, dok buang ngadek ngusuk cetak. Masya Allah, Masya Allah colok itu paham itu ya. Itu yang sedekah, cari anak yatim yang butuh, Banyak keterangan anak yatim gimana? Saya yatim piatu atau yatim tok. Saya tadi bapak, tadi ibu atau saya bapak tok saya mati. Acek nyare yatim, saya embon ki seger, paham? Embon seger data, tak teger tak data, jangan hati-hati. Anak yatim, maka anak yatim menakal tak beri sombongan, jangan, tak boleh, umum aja. Orang yang perhatian sama anak yatim tuh sampai Nabi nih kan ngocak.
Rumah yang sangat barokah itu rumah yang di situ ada anak yatim eromat. Orang yang ngeromat anak yatim itu rumahnya barokah, rumahnya barokah. Ngasih bantuan anak yatim dengan catatan ini sering banyak kita salah. Dengan catatan bantu nak anak yatim diajak metodus. Kadang nak anak yatim bodoh kelas 5 SD, paksa datang todus, orang tuana todus misalnya. Jangan. Kalau sekiranya malu, ente antar saja ke rumahnya itu. Data berapa anak yatimnya yang mau datang ke masjid santunan bagus, yang nggak datang nggak usah antar. Ada yang bodoh orang nih kepada hadirin todus saya datang meri todus. Ketahuan neser, ketaramon melas, paksa datang, nggak usah. Banyak itu saya temukan enggak banyak, bukan hanya di saya tidak tahu di Ketangi tak pernah ngetelak santunan anak yatim kok. Kok jangan misalnya Muharram semarak anak yatim misalnya. Kadang ada tak lihat-lihat dari jauh neser karena todus, bui kelambi todus, tak usah. Lebih baik ente antar ke rumahnya daripada ente melukai perasaannya itu. Saya ingat loh, jangan sampai ente itu mengerjakan taat tapi isinya mungkarot. Jangan sampai ente itu mengerjakan kebaikan tapi caranya isinya mungkar. Kebaikan santun anak yatim yang ngebai pangeran ridho mestinya, tapi kelakonnya salah, caranya salah, akhirnya setan yang ridho sama ente. Hati-hati. Banyak itu. Mbi embone pada datang ke masjid kia kadang. Saya yatim mancung ayo kepada fulan ibuun fulan pemancung. Embon ki seger congok dari jauh. Dosa ente. Ada apa embone celok mun embon seger-seger sempen mun setu waro kerok tak apa-apa pogo ke masjid. Embon kan ngerande kan, emboknya kan janda ya pogo malah temo dia seger ki punya sing ngincar. Enggak ada. Ibunya suruh di rumahnya, anaknya suruh ke masjid enggak apa-apa. Kalau anaknya masih kecil, kalau anaknya sudah besar bisa mikir kelas 5 SD, kelas 6 SD, todus, enggak usah. Antarkan ke rumahnya. Sedikit pun tidak akan mengurangi pahalanya sampean. Orang ini kadang setiap bodoh nyombong, maksa mau bodoh acara ini apa? Pamer, mare taong kok saya nyombong, haji fulan, lembaga fulan, kepala desa fulan, Pak RT fulan, nyumbang sekian, pamer. Demi Allah itu enggak ada pahalanya sama sekali. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Al-Qur'an ini ngomong, "Hei, sedekahmu jangan kau batalkan pahalanya dengan apa? Ini manni itu cuma buat nyebut alhamdulillah. Engkau beri nyombong nih, cuman buat nyebut enggak riat tok. Orang terlalu pamer lain enggak ada. Rubba amalin ta'dzumu bihusnin niyyah wa rubba amalin tasghuru bisu'in niyyah. Ada orang itu kadang gara-gara niatnya baik, amalnya kecil tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Niatnya bagus. Sodako ngerem. Sodako saya cerita dulu tahun berapa saya cerita, ada orang tuh dulu kalau sodakonya 100.000 misalkan uang sekarang. Kalau uang dulu itu uang 1 dinar dibungkus pakai kain, atau sekarang itu 100.000 tapi apple code nganggo PC 5.000 mlebu ke kotak amal. Congok 5.000 tepak buka bisa mitong 100.000. Ini bagus ini. Kalau sudah kau sekete ibu ngalak mari assalamualaikum sama ngalak peranyeng krek lek ketelak masa kete ibu tidak ada pahalanya sama sekali itu, malah murka itu murka rombong riak tidak ada. Terus Pak Haji nyombong apa nyebaragi TV kan sudah ada panitia, enggak ini Pak Hajinya yang nyumbang fulan siapa yang kaya fulan nyumbang TV masjid Bandung TV, tidak ada. Saya dan sampean tidak mungkin selamat hatinya dari riak terus puji orang tak kira selamat. Orang kalau sudah gitu, wes naudzubillah wallahu a'lam. Insyaallah enggak 100% pahalanya. Montak tak ada kapi. Aja ndak be insyaallah saya ikhlas lillahi taala. Habib yang ngocak tok janji. Oh iya setia lillahi taala. Jejel montak pertaji sampean mentero tahu lillahi taala panje. Nyamanah toles kapi yang nyumbang Bapak fulan sekian juta. Namanya orang yang paling banyak nyumbang ro cek sebut loncaen. Tak lik medeli kan ke sampean. Kalau pain beda saya tak sebut nyaman bulan buru ngisrengian boleh muana. Jadi seperti itu. Jadi gitu. Hati-hati. Ada mungkarot banyak kita ketahui. Saya ngasih tahu seperti ini. Neser eman. Bejen oleh kenceran, tak oleh kenceran ya kenceran sampai di kiwan mate. Itu ya tausiul iyal, sedekah fuqara wal masakin dan yatim, puasa. Terus lagi silaturahmi ke kuburan, ke orang tuana sampean selamat teo tebet tretan sampean segi odi intaren silaturahmi, datangi silaturahmi karena ngelihat dari secara umum bulan Muharram nih para hadirin kunjurno raja
pahala sekecil apapun dikali lipatkan 100 kali lipat. Apa saja, apalagi silaturahmi dan lain semacamnya. Silaturahmi apa boleh? Puasa, tausiul iyal, sedekah. Sedekah ini juga, sedekah ini ada caranya. Sedekah ini kepadin. Sedekah ini kasih afdol dek kerabat. Anak yatim. Karena di Al-Qur'an sedekah itu diterangkan yang paling afdol gimana sedekah itu? Wa atul mala ala hubbihi dzawil gurba wal yatama wal masakin. Al-Qur'an itu ngomong wa atul mal, kon lek kate ngekei hartamu, kate sedekah ala hubbihi, carilah orang yang punya hubungan cinta samamu. Siapa maksudnya? Dzawil gurba, kerabat, cari kerabat dekatmu, anak yatim dari kerabatmu, sepupumu, ponakanmu. Kerabat ini siapa? Kerabat yang paling dekat ini adalah orang tua, adik, saudara, ponaan, sepupu, paman dan lain sebagainya. Itu kerabat yang paling dekat dengan kita. Siapa? Yang punya hubungan nasab, yang enggak batal wudu sama sampean. Baru setelah itu derajat di bawahnya. Siapa? Reng tuana sampean, mesken tadi papa, bagi ke reng tuana, ada afdol. Sedekah yang afdol. Anak yatim, kalau ente punya ponaan yatim, kasihkan ponaan. Enggak usah nyumbang ke masjid sana, nyumbang ke pondok sana. Ponaanmu yatim, kau ono ponaanmu. Sepupumu, tonggomu, tonggo desamu, lawil gurba wal yatama wal masakin. Baru nanti kerabat dulu dicari. Kerabat ini masuk semua, yatim, miskin atau siapakah? Dari kerabatmu dulu yang didahulukan. Baru setelah itu merembet keluar. Merembet apa? Sepupu jauh, tangga desa. Baru golongan setelah kerabat apa? Wal yatama, masakin, umum. Cari orang yang kalau sampai kerabatnya cokop kapi nyari yang lain. Jadi seperti itu. Cari, itu dicek, perlu itu. Jangan sampai kadang ada santunan anak yatim dikumpulkan oleh lembaga ini misalkan di sana, nyumbang ke sana. Di kampungnya sampai banyak orang miskin, banyak orang yatim, itu lebih berhak disumbang. Seperti itu. Enggak ada acara, harus ada acara. Pun ada acara santunan anak yatim pas tak nyombong. Nah, ini sombong tuh. Troy poci sampean, troy temua. Fulan nyombang, ini apa? Enggak ada acara. Lu kok tak tahu, tak ada acara jarangnya tak tahu kok saya nyombong lho. Reken ente nyombong kok tuh beda acara dia. Jadi enggak hati-hati ya, ini mungkarot yang banyak terjadi di tengah-tengah kita. Terus puasa Asyura, terus apa lagi? Pakai celak. Muharram itu ada amalan badan yang harus dikerjakan, mandi, bersihkan diri. Asyura ini kan mandi, bersihkan diri, pakai celak, pakai minyak wangi. Sampai tak pernah ngkui minyak wangi setahun Asyura deh lakon aja sampai kelepain. Karena apa? Untuk menunjukkan takzimnya sama ini, mandi pakai minyak wangi, jadi gitu. Pakai baju yang bagus, sholat berjamaah, baca zikir dan lain semacamnya gitu. Itu amalan-amalan yang perlu diperhatikan. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله ولما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام حرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغلي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك حبيبي يا محمد صلى الله عليه يا عروس الخفي قيلي يا مؤيد يا ممجد الله الله يا إمام القبلتين مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا الله الله مرحبا يا خير دار رأينا العيسى حلت بالسرى إلا إليك والغمام قد أضلت الله الله والملا صلوا عليك مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا الله الله مرحبا يا خير داعي وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك
القشور صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي تحمل لي رسائل أيها الشوق الجزيل نحو هديك المنازل بالعشي والبكور صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا اللهم اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة حلالي يا الله اللهم اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة حلالي يا ربي الله فاجعل مجتمعنا غايته الحسن الختام يا الله اللهم اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة هلالي يا الله واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الكسام يا الله اللهم اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة حلالي يا الله الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يتواتب علينا يتواتب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات يتواتب علينا يتواتب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا به تفرقا مسلما اللهم عافنا من بلائك والطف بنا في قضائك وهب لنا ما وهبته لأوليائك وأوزئنا شكر نعمائك واجعل خير أيامنا واسعدها يوم لقاك حتى نلقاك أنت راضي عنا فقد قبلت اليسير من أعمالنا يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن شيئا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.